السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هناخد ال branches of biomechanics، أفرع البايوميكانكس. البايوميكانكس ده بينقسم ل two branches، kinematics و kinetics. kinematics ده descriptive analysis، تحليل وصفي، بيوصف الحركة، بيوصف range of motion. تمام، ده تحليل وصفي للحركة، يختص بوصف الحركة دون النظر إلى ايه الأسباب أو القوى أو العزوم المسببة للحركة. هو جاست ان هو بيوصف الحركة. تاني برانش هو الكاينيتكس. الكاينيتكس ده causal analysis، تحليل سببي. يعني ايه سببي؟ يعني بيحلل سبب القوة المؤثرة أو القوة المسببة للحركة أو العزوم المسببة للحركة. يعني هو تحليل سببي، بيحلل سبب القوة المؤثرة على الحركة. لكن الكينيماتكس بيحلل تحليل وصفي، بيوصف الحركة، بيوصف القوة المسببة للحركة. تمام. الكينيماتكس اللي هو descriptive analysis، تحليل وصفي، بينقسم ليه two branches، qualitative analysis و quantitative analysis. تحليل وصفي وتحليل كمي. ال qualitative analysis اللي هو التحليل الكيفي أو الوصفي، naming and evaluating، يختص به حاجة اسمها naming and evaluating، يعني تسمية وتقييم just فقط. يعني هو بيختص ب تسمية الحركة دي ايه وتقييم الحركة دي. لكن ال quantitative analysis، التحليل الكمي أو العددي، ده بيختص بالكم counting and measuring، يعني كميات، بيقيس الكمية أو بيحسب الكمية، كمية الحركة قد ايه، الجسم ده مشي بسرعة قد ايه، مشي بعجلة قد ايه، عدد أو كم معين. تمام. الكاينetics بقى اللي هو الكوزال analysis، في منه two branches، statics و dynamics. الستاتيكس study of body in state of rest، دراسة الجسم في حالة سكون. و dynamics study of body in state of motion، دراسة الجسم في حالة حركة، اللي هي الاستاتيكا والديناميكا. يعني الاستاتيكا ندرس الجسم في حالة سكون، انما الديناميكا او الديناميكس هي دراسة الجسم وهو في حالة حركة. تمام. ادي اهو بيقول لنا the study of biomechanics covers two basic areas. الكينيماتكس ده branch من biomechanics that describes the motion of body، بيدرس حركة الجسم without regard to the forces، دون الأخذ في الاعتبار بالقوة أو العزوم المسببة للحركة. ولا ده بيختص بتحليل وصفي، بيوصف الحركة فقط أو range of motion بس، دون النظر إلى القوة المسببة للحركة أو العزوم اللي سببت الحركة دي. examples عليها زي ايه؟ زي ال velocities، السرعات، وال accelerations. تمام. the basic two types of kinematics، النوعين الأساسيين بتوع الكينيماتكس دي are qualitative and quantitative analysis، تحليل وصفي وتحليل كمي. ال qualitative analysis، التحليل الوصفي أو النوعي ده، بيتعامل مع ايه naming and evaluating، اسم الحركة دي ايه وتقييم الحركة دي، naming and evaluating. تمام. naming and evaluating movement component while. لكن بقى ال quantitative analysis اللي هو التحليل الكمي، ده بيختص عايز كم أو رقم أو عدد معين، is concerned with counting and measuring، قياسات وحسابات. movement component زي ايه؟ قلنا زي التايم والويت، أي حاجة فيها أرقام، زمن كذا، وزن كذا، إيه، سرعة الجسم بيتحرك بسرعة مثلا كذا.
كده يعني. تمام. الكاينetics بقى اللي هو الكوزال اناليسيس. الكاينetics is a branch of mechanics، وفرع من الميكانيكا بيوصف تأثير القوى على جسم الإنسان. the effect of forces on the body. the basic two types of kinetics. النوعين الأساسيين من الكاينetics هما ايه؟ statics و dynamics. الستاتيكس هو study of body، دراسة الجسم قلنا اللي بيبقى في حالة سكون، study of body in state of rest. انما dynamics هو study of body in state of motion أو دراسة moving bodies الأجسام المتحركة under the effect of unbalanced forces تحت تأثير القوى الغير متزنة. على سبيل المثال قلنا فرع من الميكانيكس that describes the range of motion، قلنا اللي بيوصف المدى الحركي ده مين؟ الكينيماتكس او الكينيماتيك اناليسيس، تحليل وصفي بيوصف الحركة او بيوصف الرينج اوف موشن المدى الحركي بتاع المفصل. تمام. انما branch of mechanics that mentions the forces causing the motion، فرع من الميكانيكس اللي بيوصف القوة المسببة للحركة of the joint is مين؟ kinetic analysis. تمام. يبقى اللي بيختص بوصف الحركة أو وصف المدى الحركي range of motion يبقى kinematics. إنما اللي بيختص بدراسة القوى الفورسز أو التوركس العزوم أو الكوزس أسباب الحركة دي يبقى ده اسمه kinetic analysis. تمام. ده كان موضوع النهاردة branches of biomechanics. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وفهمتوا يعني ايه branches of biomechanics. لو استفدتوا من الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو، شاركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.